فرق في ذلك بين نشر الصور العائلية الشخصية أو غيرها. هذا انفد موديل الآن صاير، يقعدون على مائدة الطعام يصورون ينشرون، جاي نتغدى جاي نتعشى. تفاهة بمعنى الكلمة. يروح للمطعم نفس الشيء، يروح بالشارع نفس الشيء، يروح. فعلا سادت ثقافة التفاهة والأساليب التافهة. كما لا يجوز نشر الصور غير الخليعة ولو كانت صورا شخصية إلا بإذن أهلها. واحد جالس في مطعم يجي الثاني يصوره، هو ما يدري، يصوره وينشره. يمشي بالشارع يصوروه وينشروه. فمأزق، يعني الحياة صارت بالنسبة لبعض الناس سجن كبير، ما يقدر كل شيء يسوي. إذا فت شخصية معروفة وإلها وزنها، إذا دخل في محل حتى يتسوق يتبضع الأهل صوره ونشره. نفس الشيء، تصرف بالشؤون الشخصية هذا. فالتصوير يحتاج إلى إذن من أهله. أحيانا نشوفون بعض العلماء مثلا جالس في مجلس، يجي فرد سائل يسأله مسألة، واحد من بعيد يصورهم. هسه ربما فرد مسألة خاصة، ربما قضية شخصية، ربما فرد، ماكو أي تفكير في هذه الجوانب. فهذا كله من المحرمات ولا تجوز إلا بإذن أهلها.